بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم في رمضان بقى، هنعمل مع بعض فيديو سهل وسريع زي ما انا معوداكم. الشعب المصري كله عامل محشي، هنعمل برضه النهارده محشي مع بعض ورقاق. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكل سنه واحنا كلنا طيبين يا رب العالمين. اول حاجه هنعملها نقطع بقى بلح، وعملنا عرقسوس. طبعا الحاجات اللي بنعملها دي كلنا بنعملها. هنركنها على جنب بقى ويلا نبتدي مع بعض. معايا لحمه هنشوحها مع بعض. بس يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. جبنا حله على البوتاجاز، حطينا فيها معلقه من الزيت على سمنه، ولما ساحت حطينا اللحمه. طبعا احنا غسلين اللحمه مشاهدين. حطينا كده اللحمه مع بعض، هنشوحها مع بعض علشان تستوي معانا بسرعه. يلا يا جماعه اللايك بتاعنا ما تنسوهوش، والشير. واللي اول مره يشوفنا في القناه يا ريت يتابعني. وكل سنه واحنا طيبين. هنقلب بقى مع بعض كده اللحمه مع بعض. الشعب المصري كله عامل محشي بانواعه. كلنا بقى كده شغالين في المطبخ. هتقلبي اللحمه كده وتشوحيها، وطبعا هنحط عليها بهاراتنا ونزودها بالميه، ونغطي عليها ونركنها على جنب تستوي براحتها على ما نشوف هنعمل ايه. وهي بتستوي احنا هنعصج اللحمه ونشوف ونقلل المحشي. معايا بصل بقى مقشراه، جبت الكبه ونقطع البصل مع بعض. وطبعا معايا قرنين شطه حامين، انا بحب الحاجه سبايسي شويه. هنفرمهم مع بعض. خطواتنا سهله وهتعمليه بسرعه. انا عندي اسهل حاجه المحشي. كده هنضرب بقى في الكبه البصل. ضربنا البصل اهو فرمناه. ويلا على البوتاجاز. هنجيب برضو هنعمل العصاج وهنعمل المحشي تقليه المحشي مع بعض. هنجيب حله هنا وحله هنا. شايفين يا جماعه؟ هنا معلقه سمنه وهنا معلقه سمنه، هنا شويه زيت وهنا شويه زيت. كده هنعملهم مع بعض. يلا على ما سمنتنا تسيح والسمنه برضو هنا تسيح، هنحط شويه زيت وهنا برضو شويه زيت عشان المحشي بتاعك كده يطلع مفلفل وحلو. يلا مع بعض هنجيب البصل بقى، ومعايا معلقه من الدهن والقشيم اللي انا كنت عاملاه مع بعض مسيحينه مع بعض. بيدي المحشي والتعصيجه حاجه تانية، بيدي لها طعم تاني. شايفين يا جماعه؟ هنحط البصل بقى بتاعنا. انا فرمت البصل مع بعض وهنقسمه مع بعض. حطيت مقدار بصلايه للمحشي، وهنقلب بقى كده ونحط الناحيه التانية برضو. الدهن الحيواني ده يا جماعه ما بيتخنش ومش متعب. يعني مش هيتعب الواحد ولا يتعب معدته، وما بيتخنش. دهن صحي. كده هنحط بقيه البصل بقى هنا عشان هنعصج اللحمه مع بعض للرقاق. هنقلب هنا تقليبه والناحيه التانية تقليبه. ايدينا في الاتنين واللحمه بتاعتنا بتستوي. قلبي كده لغايه ما تصفر معاكي البصله. ممكن تحطي معلقه من الملح علشان ايه؟ السرعه تصفر معاكي وتدبل معاكي بسرعه. كده برضو بنقلب هنا اهو للعصاج. كده بقى هنضرب قرن شطه حامي زي ما انا قلت لكم في الاول. هنحط شطه حاميه، انا عندي شطه خضراء. هنحط للمحشي كده. هو ابتدى خلاص اللون اصفر. وطبعا دي خطوه اختياريه يا جماعه، اللي عايز يحط شطه يحط، اللي مش عايز براحته. بس انا بحبها يعني ايه، المحشي بالذات احط له شطه. خلاص اصفرت معايا اهوت. هنجيب بقى الطماطم بتاعتنا. طبعا انا ضربه الطماطم زي ما انتوا عارفين، انا ضربه الطماطم بالاسبوع. وبحط ايه جردل كده في التلاجة او بطرمان في التلاجة. هنحط الطماطم بتاعتنا للمحشي. ولسه البصله بتاعت العصاج بتتعمل لوحدها. هنقلب بقى كده ونسيبها تتسبك. هنحط بهاراتنا. نحط الطماطم. قلبي كده كويس.
يلا هنجيب البهارات بتاعتنا. معايا كمون محوج اللي هو ال7 بهارات، معايا طبعا ملح، فلفل اسمر. هنقلب ده كله مع بعض، وطبعا مكعب الشوربه بتاعنا، ونغطي عليه ونسيبها تتسبك على ما نقلب في البصله التانية. يلا هنروح الناحيه التانية للبصله التانية للعصاج. هنقلب برضو كده، ممكن تحطي برضو معلقه ملح صغيره عشان تدبل معاكي بسرعه. القرن الشطه زي ما انا قلت لكم برضو في العصاج بيديلها طعم تاني. هنقلب برضو كده، وكده هنحط اللحمه بتاعتنا برضو. قلبي كده كويس. يلا يا جماعه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الاكل ولا ما خد معايا ساعه واحده، ساعه واحده والاكل كان جاهز، كل الاكل. كده نحط اللحمه بتاعتنا، انا فرماها اهوت. نحطها ونقلبي بقى لغايه ما لونها يتغير كده ونص كوبايه من الميه. ده نص كيلو لحمه يا جماعه. اما لونها يتغير هحط البهارات، وطبعا انا زودتها بمكعب زبده طبعا عشان يديلها طعم. كده التسبيكه بتاعتنا استوت اهي. هناخدها ونركنها على جنب. رحنا للعصاج، هنحط التوابل بتاعتنا، توابل اللحمه، وطبعا ال7 بهارات وملح وفلفل اسمر، ونص كوبايه من الميه، نص مج من الميه، ومعلقه من الصلصه. قلبي كده كويس. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، كلنا يا رب كده بخير وسلام. هنحط معلقه من الصلصه عليها وهنقلب. الطماطم يا جماعه، في ناس بتحب تحط طماطم وناس لا. الطماطم بتخليها مسكره وحلو وبتديها طعم كويس، غير اللي هم ما بيحطوش طماطم. انا بحب احط معلقه طماطم، ما بكترش بس بحط نص كوبايه من الميه. وهنقلب بقى ونسيبها 10 دقايق كده تستوي مع بعض. خلاص كده هنجهز بقى الرقاق بتاعنا، نغطي برضو. ويلا على على المحشي الاول. هنحشي المحشي الاول. كده غسلت الرز، قلبي بقى كده. وطبعا خرطنا الخضره بتاعتنا. لازم تشوحي الرز يا جماعه في المحشي بالذات، عشان برضو بيدوله طعم حلو غير اللي هو مش مشوح. شوحيه كده تقلبتين على البوتاجاز، مش هياخدوا مننا وقت بس هيدوا طعم. انا تملي هيفرق معاكي، تملي بقلب كده واشوح الرز، وفي الاخر خالص بحط الخضره. يلا هنجيب الخضره بتاعتنا بقى اهو. كده خلاص نقلتها بقى في طبق تاني عشان تهدى. ويلا مع بعض معايا البدنجان مقورينه والكوسه والفلفل. الاغلبيه عمل كرنب، انا مش عاوزه كرنب في الاول، انا حابه البدنجان. كده معايا بدنجان، حلتنا طبعا اهي، وخلطتنا والبدنجان والكوسه مقورينهم. وطبعا بتغسليها وتشطفيها بعد التقوير. ويلا مع بعض هوريكم ما تمليش الصابع، شوفي لغايه نصه كده عشان ما يطلعش منك. واحلى محشي عايزه تاكليه في الحلل الالمونيا، مش الجرانيت والسيراميك والكلام ده كله، لا الالمونيا. انا بحب اعمل كل حاجتي في الالمونيا. وطبعا شايفين حلل نضيفه، بسم الله ما شاء الله. كده بقى عبينا 2 بدنجان 2 فلفل. انا بوريكي بس انا بعبيه قد ايه، علشان بملاش الصبع قوي. وطبعا تمسحي الرز من عليه كده يبقى نضيف. شايفين اهو، تحطي الصباع نضيف كده.
واحد جنب التاني. هوريكم بقى بدنجان برضو لغايه نص عشان تدي مساحه ايه للرزه تستوي براحتها. شايفين اهو. كمان واحد معانا. احنا كده سايبين العصاج بايه بياخد غلوتين معانا. ماشي، هنطفي عنه وهنرجع تاني نعمل الرقاق بس بعد ما نكمل البدنجان الحشو. يلا يا جماعه ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واللي اول مره بيتابعني زي ما انا قلت لكم يا ريت يكتب لي كلمتين حلوين ويتابعني، ويا ريت تقولي لي بقى بتتابعوني من انهي بلد. شايفين يا جماعه انصاص كده، ما تملوش قوي، انصاص عشان يستوي براحته. يلا بقى كده احنا خلصنا الباذنجان، هنكمله مع بعض ونرجع للرقاق. ده الرقاق يا جماعه اللي انا خبزاه في البيت، بسم الله ما شاء الله. اللي ما شافش الفيديو الرقاق يا ريت يخش للقناه كده ويشوف فيديو الرقاق انا عملته ازاي. بسم الله ما شاء الله، عسل من الاخر كده، تبارك الله. وانت هتشوفوه معايا وانا بعمله، وازاي خفيف وازاي هيقب معانا في الفرن وازاي طري. شوفي يعني كل حاجه بسم الله ما شاء الله. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا او الصاج بتاعنا وندهنه من السمنه زي ما انتوا شايفين كده. ادهنيه حلو كده وكويس بالسمنه كده او بالزيت، بس يفضل سمنه يعني عشان تديله طعم. كده خلاص دهنا اهو. يلا هنجيب الرقاق بتاعنا والشوربه بتاعتنا بقى. تحدقي الشوربه طبعا، اوعي تنسي ما تحدقهاش. شايفين يا جماعه الكميه دي كلها كيلو وهيتبقى كمان. انا جبت الحله بالشوربه وطبعا حدقتها. هشوف بقى هعمل من الحله كده ولا ايه هحطها في الصاج. شايفين يا جماعه انا عملت اول واحد كده عشان اوريكم ازاي هو رقيق، ولا تخين من الحروف بتاعته ولا حاجه، اكنه جاي من بره واحسن من بره كمان. مهم. شايفين بسم الله ما شاء الله. هنحط اول طبقه وانا هحط الشوربه في قلب الصاج التاني ده عشان ابل براحتي. ماشي يا جماعه. مهم. هحطها بقى كده. الصاج نضيف، نزلت الشوربه. وانا طبعا خبز الرقاق على قد الصاج. انا كنت هعمله صغير زي ما انتم شايفين، الواحده الصغيره اللي معايا دي على قد صينيه، والاخر رجعت في كريم قلت هنعمله في الصاج، فكبرت الرقاقه شويه علشان تبقى على قد الصاج على طول، لا نتني ولا نقطع ولا نعمل. شايفاه اهو. هتبلي كده وتحطي بسم الله ما شاء الله علينا عسل. شايفين يا جماعه الطعامه دي. هتحطي بقى اربع طبقات، خمس طبقات، ثلاث طبقات زي ما انت عايز. انا حطيت خمس طبقات لان انتوا شايفين اللي هو رقيق ازاي، ما هوش تخين زي بتاع بره، وعلى قد الصاج بالظبط. هنجيب لحمتنا بقى ونحط كده اللحمه ونفردها مع بعض ونوزعها كويس. شايفين يا جماعه وزعي كله كده، ما تبقاش حته فاضيه وحته لا، حته مليانه وحته فاضيه. كده نحط تاني كده لحمه ونكمل الصاج بتاعنا. خلاص احنا فردنا اللحمه كده. هنجيب بقى الطبقه التانية. كده اسهل لي كمان لما حطيت الشوربه في قلب الصاج اسهل لي. شايفين يا جماعه على قد الصاج. عايزه بقى زي ما سمك الرقاق ده بيرجع لك انت، عايزه تحط 3، عايزه تحط 4، 5، اللي يعجبك. بس الرقاق البيتي لو جايباه من بره يعني انصحك حطي 3، على انه هو بيبقى اللتر بتاعته تخينه. انا كمان انا بتاعي رقيق انا حاطه 4 أو 5 كمان. شايفين يا جماعه كده بل كده كويس
وحطي دي شايفين يا جماعة، ولا تقطع مننا ولا تفروت مننا ولا تخين ولا اي حاجة. اللي ما شافش الفيديو بتاع الرقاق يا ريت يخش يشوفه كده ويتعلم، كلنا بنعلم بعضنا. كده بقى خلاص احنا ايدنا الفرن بتاعنا. كده على قد الصاج على طول، شايفين يا جماعة. هنحط بقى معلقتين من الشوربة، مغرفتين من الشوربة على الرقاق. نحط كمان واحدة. كده خلاص دي اخر واحدة اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله. ظبطنا حالنا كده وظبطنا الصاج كده خلاص بقى. شايفين يا جماعة اللي اتبقى من الكيلو كمان، بسم الله ما شاء الله. العمايل في البيت توفير وخير. كده هتدهني وش بقى الرقاق بحتة من الزبدة او السمنة، تدهنيها كده. وطبعا هنجيب الشوربة بتاعتنا ونحط مغرفتين من الشوربة على الرقاق. وزعي الشوربة كده زي ما انا بعملة. شايفين يا جماعة اهو. وطبعا احنا ايدنا البوتاجاز بتاعنا وهنحط الرقاق بتاعنا وهوريهولكوا هو في الفرن. يلا مع بعض هنحطه بقى اهو. انا قدت الفرن. شايفين يا جماعة التسوية بتاعته، شايفين منفوخه ازاي، بسم الله ما شاء الله. قابب معانا لان الرقاقة معانا خفيفة. كده حشينا المحشي بتاعنا اهو، والبدنجان والفلفل، والرقاق طبعا اتعمل اهو، هغطي عليه. والشوربة بتاعتنا باللحمة. انا كده مخلصة دلوقتي امتى، احنا كده العصر. هحط الرقاق في الفرن تاني سخن، ودي اللحمة بتاعتنا والشوربة بتاعتنا. شايفينها رايقة وحلوة زي الفل يا جماعة. هغطي على الحاجة بقى، وعلى الساعة 5 كده بإذن الله هنعلق على البدنجان بتاعنا والفلفل والكوسة. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله. انا عاملة من بدري علشان اقدر انزل لكم الفيديو ده. كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اقول لكم ما تنسوناش باللايكات بقى والكلام الحلو.